السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال الكيك بالخبز اليابس. كيجي اكثر من رائع كيف كتلاحظوا هنايا. كيجي خفيف من الداخل ومعلك في نفس الوقت. مكوناته اقتصادية في متناول الجميع، والطريقة حتى هي بدورها يعني في متناول الجميع. هنا كنوريكم كيف كيجي اكثر من رائع، صدقوني المذاق ديالو غادي يعجبكم بزاف. على بركة الله، هنايا عندي كاس ديال السكر سنيده يكون ما عامرش يعني، اولا ممكن تعمروه يعني ديروا ما بين 140 غرام حتى 150 غرام ديال السكر سنيده. ضفت عليهم 2 اكياس من سكر الفانيلا، كل كيس كيوزن 7 غرام، يعني في المجموع 14 غرام من سكر الفاني، عفوا من الفانيلا. كيف ما ممكن تعوضوهم بمعلقه هكذا صغيره ديال سائل الفانيلا. ضفت كذلك 3 ديال حبات د البيض يكونوا من الحجم الكبير. وهنايا راني نسيت عفوا رشه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق، يعني كديروا واحد راس المعلقه ديال الملح دائما باش كيكسر داك الحلاوه. غادي نطرب هنا الكل مزيان حتى كنحصل عليهم بهذا الشكل هذا، يعني ماشي مده طويله. وغادي نضيف عليهم كاس ما عامرش كذلك ديال الزيت النباتي. دائما هنا الكاس بالعبار ديال الكاس، يعني عفوا الكاس ديال العنبه. طربت انا الكل مزيان، وغادي نرجع نضيف عليهم كاس ديال الحليب يكون عامر، والحليب حتى هو بدوره يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد. هنا خلط الكل، وغادي نضيف عليهم 2 حبات ديال الموز اولا ديال البنان اللي كيكون هكذا بدا كيدخلوا الطياب بزاف. هذاك البنان اللي كيبقى عندكم بعض الاحيان كيبدا يعني بحال كيبدا كيكحل، هو اللي تستعملوه. انا هنايا غادي يعني عفوا غادي نطحنهم بالميكسور. كيف ما ممكن ديروا الكل يعني الخليط ديالكم في طحانه ديال العصير، وطحنوا الكل مزيان حتى كتحسوا بهم انه نطحن داك البنان وتخلط مع جميع المكونات. هنا من بعد ما كملت الطحين ديال الخليط غادي نضيف عليهم كاس عنبه ديال الخبز اليابس اللي كنشدوه وكنطحنوه مزيان، يعني حتى كيحصلوا عليه بحال الشكل ديال الغبره. ومن بعد كنغربلوه، وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار يكونوا مملوئين مزيان من الكاكاو المر. وغادي نضيف ما يعادل 16 غرام من الخميرة الخاصة بالحلويات، يعني 2 أكياس من الخميرة الخاصة بالحلويات. وهنا غادي نخلط المكونات كاملين، يعني غادي نخلط داك الخبز يابس مع البقية ديال المكونات اللي عندي، ومن بعد عاد غادي نرجع نضيف عليه البقية ديال الدقيق. كيف ما ممكن تكتفيو وتضيفوا كل شيء، يعني ديروا الوصفة ديالكم كلها بالخبز اليابس. هنا ضفت نص كاس عنبة ديال الدقيق الخاص بالحلويات، وغادي نرجع نلقى بانه مازال ناقصني، يعني الخليط ديالي مازال محتاج نزيد له الدقيق، فضفت له هنايا معلقه كبيره ديال الدقيق الخاص بالحلويات. كنخلط الكل مزيان حتى كنحصلوا عليه بهذا القوام. خديت هنايا مول او اي نوع من انواع القوالب اللي عندكم، كدهنوه بالقليل من الزبده وترشوا عليه الدقيق. كنفرغ فيه الخليط يعني ديال الكيك، كندخلو الفران، عاد كنشعل عليه الفران، يعني كندخلو الفران بارد. كتخليوه يطيب يعني واحد المده تقريبا ديال 20 دقيقه كيكون طيب هذا الكيك هذا. بالنسبه للفران يكون درجه حراره متوسطه، يعني كيف ما هو الكيك ديالكم، كيف ما كطيبوا الكيك ديالكم العادي، باش تعرفوا بان الكيك ديالكم طاب وما تخليوش يعني حتى كينشف بزاف. هذه من الاغلاط اللي يعني اللي كتندار، انه الكيك ديال الشكلاط ما كتعرفوش واش طايب ولا ماشي طايب، فكتخليوه مده طويله حتى كينشف. فحاولوا تاخذوا واحد يعني عويد، منين دوز واحد المده وتحسوا بان الكيك ديالكم نشف، كتدخلوا داك العويد. اذا طلع عندكم ناشف كتعرفوا بان الكيك ديالكم راه طيب وكتخرجوه من الفران. كيف قلت لكم راه تقريبا مده ديال 20 دقيقه كيكون واجد هذا الكيك هذا. بالنسبه باش غادي نسقيه، خديت واحد المعلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، ضفت لها معلقه كبيره ديال السكر، وتقريبا واحد كاس عنبه ديال الماء يكون دافي. كنخلطوا الكل مزيان، وكناخذوا هنايا غير نصف الكميه هي اللي كتقدنا باش كنسقيو هذا الكيك. كيف قلت لكم غير نصف الكميه بركه، يعني نص كاس عنبه راه كافي باش تسقيو هذا الكيك هذا. ما تحاولوش تسقيوه بزاف لان كيكون خفيف من الداخل. هنا صافي من بعد ما سقيته فغادي نخليه في الثلاجه ليله كامله. انا هنايا كيف قلت لكم درتو بالليل، فإلا درتوه بالنهار غادي تخليوه من بعد ما تسقيوه، غادي تخليوه ساعتين في الثلاجه حتى ل3 ديال الساعات، يعني حتى كتسقيوه وكتدخلوه للثلاجه كتخليوه مده ديال ساعتين حتى ل3 ساعات، عاد من بعد كتزينوه.
هنا بالنسبة للكريمة درت يعني 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيدة، 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيدة، غادي نضيف عليهم معلقة ونص ديال كريم باتيسير، معلقة ونص ديال كريم باتيسير. المعلقة ما تعمروهاش بزاف بالنسبة للكريم باتيسير باش ما تجيكمش الكريمة ثقيلة. ضفت كذلك معلقة ديال الكاكاو، وضفت معلقة صغيرة ما عمراش ديال نيسكافي. داكشي علاش قلت لكم ما تعمروش يعني الكريم باتيسير، حيت كنديروا الكاكاو وحتى هو بدورو راه كيتقل الكريمه، فبالتالي ديروا غير معلقه هكذا ما تكونش عامره ديال الكريم باتيسير، او اللي عمرتوها ديروا غير معلقه كبيره فقط. انا رجع ناكد عليكم 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه ونص ديال الكريم باتيسير، ومن الاحسن ديروا غير معلقه كبيره تكون عامره، معلقه ديال الكاكاو ومعلقه صغيره ديال نيسكافي، كاس ونص ديال الحليب درتهم على نار وكنخليهم حتى كيتقالوا، يعني ما تخليهمش حتى كتقل بزاف، انا غير هنا على حسب التزوير راكم عارفين. تخليوه غير مجرد ما تشوفوها بدات كتختار داك الكريمه كتزولوها على نار. ضفت لها معلقه صغيره ديال الزبده تكون خاصه بالاكل باش كتعطينا واحد البنه، وضفت هنايا لوح من الشوكولا داك اللي كيتباع ب5 دراهم، او لا عندكم مثلا شكلاط ديال كالا اللي هو البديل ديال الشوكولا، غادي ديروا 8 ديال المربعات ديال الشكلاط، 8 حتى ل 10 ديال المربعات ديال الشكلاط باش كيعطيوكم مذاق اللي كيكون غني. كتخلطوهم مباشره يعني بالخف وكديروهم. انا هنايا راه مع التصوير كتلاحظوا بان الكريمه راه بدات كتجمد يعني بدات كتقال، داكشي علاش صعب عليا انني يعني نوزعها هكا على الكيك. فمن الاحسن انكم تكونوا يديكم خفيفه، يعني كيف تخلطوا داك الشكلاط ديروه مجرد يعني مباشره على الكيكه، كتكون الكريمه مازال سائله. غادي نخليها هنا على جنب غير واحد شويه بين ما يعني بدات كتشد راسها. وهنا التزيين كيبقى اختياري، انا درت هنا غير شويه ديال الشوكولا ديال الدهن اللي كندهنوا بها هكذا الخبز، يعني اي ماركه كتفضلوا. سخنت واحد شويه في حمام مائي، درتو هكذا في واحد البلاستيكه وكنديرو هكا على شكل يعني هكا نقط. ومن بعد كيف غادي تلاحظوا فانا غادي ندير هكذا يعني مع الطريفات الكاوكاو اللي كيكون مقشر ومحمر ومهرمش. الزين كيبقى اختياري، الاهم هي الكيكه راه كتجي لذيذه كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها لان فعلا غادي تنال الاستحسان ديالكم، المذاق ديالها كيجي رائع والقوام كذلك. دمتم في امان الله، الى اللقاء في وصفات قديمه بحول الله يا رب.